كثير من المرات أنه منتخب متماسك، منتخب لا بأس به، فرحنا في الكأس العربية. لكن نكون معك مباشر أنه الكثير برا لما نتكلم مع الناس يقول لك اتونسيون، راكم تكلموا على المنتخب اللي فاز بكأس العرب، هذاك المنتخب كان فيه مبولحي في حراسة المرمى اللي موش موجود، بالعمري، بونجاح، بالليلي، والهدف اللي سجلوا امام المغرب هدف اسطوري، كان فيه سعيود اللي الان يلعب في بطولة اخرى، في بطولة في العربية السعودية، فيه مزياني ايضا. كل هذه الاسماء يعني لوساطير تاع المنتخب الذي فاز بكأس العرب لا علاقة له بالمنتخب الذي سنشاهده بداية من يوم 13 جونفي في ملعب الراقي. يعني أن المنتخب هذا مختلف تماما. حتى عمورة اللي انطلق مع هذا المنتخب وسجل ثلاثية في وهران غير موجود الآن احترف. الكثير من اللاعبين احترفوا. هل تعتقد بأنه رغم كل هذا يمكن أن نطمح إلى أن هذا المنتخب يذهب بعيدا؟ نتمنى له يذهب بعيد في هذه الشان هذه.